مساء الخير. معانا النهارده عربيه جديده، الهونداي توسان الموديل 22. يلا بينا. نبتدي الاول بايه بقى؟ بشكل العربيه من بره. ايه رايكم يا جماعه في شكل العربيه من بره؟ تغيير مختلف تماما عن الجيل اللي قبلها. ولو اتفرجنا عن وش العربيه كده، الشبكه واللي هي فيها منها اصلا الفانوس شكل مختلف، وكانش متوقع جدا ان هي تبقى الهونداي تبقى عصريه كده، وان هي تبقى متحكمه، تحسها هجوميه كده من شكلها، مع ان هي كومباكت اس يو في. فزي ما انتم شايفين كده الفانوس تحسه هو نفس شكل الشبكه، ومن الجنب الفجات اللي تحت طالعه لفوق شويه. شكلها حلو قوي من قدام، وانا بصراحه عجباني جدا من شكل قدام. طول العربيه 1600 تربو، 180 حصان، 275 نيوتن متر. طبعا العربيه ارقامها حلوه جدا، بس احنا هنجرب كل ده واحنا سايقينها. العربيه بتجيب من 0 ل 100 في 9 ثواني، فده حاجه حلوه. الفتيس بقى هو تقريبا المشكله. طبعا هو 7 نقلات دي سي تي، او اللي هو دول كلتش، وفي نفس الوقت دراي كلتش مش ويت، وهنتكلم عن الموضوع ده واحنا سايقين. زي ما انتم شايفين احنا معانا الفئه اللي هي سمارت بلس التو تون. زي ما انتم واخدين بالكم ان العربيه النص ده غير اللون ده، اللون اللي فوق اسود. تقدر بقى ان هي تتغير، بدل ما تبقى العربيه كلها نفس اللون بتبقى لونين. دي حاجه حلوه جدا في العربيه. فكمان المرايات تيجي بنفس لون السقف، ودي برضو مخليه شكل العربيه حلو حتى ايا كان اللون اللي تحت ايه. غير كده كمان العربيه الفبر بتاعها من تحت ده برضو حاجه زي بروتكشن اللي تحت العربيه، وده مخلي العربيه شكلها حلو. انا من وجهه نظري ان الفايبر اللي تحت ده، او اللي هي الفبره اللي تحت دي، بتخلي العربيه شكلها اصغر شويه وهي ماشيه. فانا مش بحب شكل العربيه وهي بالفبر اللي من تحت، بس عادي. حاجه من الحاجات كمان اللي عجباني في جنب العربيه هي الخطوط دي، فيها مثلثات شويه. على فكره الهاينداي كلها الموديلات الجديده هتلاقي فيها الحاجات دي، وده حاجات كمان بصراحه شكلها حلو العربيه وهي ماشيه. غير كده كمان الجنب ده شكلها حلو ومخلي العربيه واطيه شويه، وكمان الفتحات دي هي فيك بس مديها شكل الجنب العربيه، ودي حاجات عجباني فيها بصراحه. غير كده كمان ان العربيه مع ان هي مش الفئه الاخيره، بس هي فيها اللي هو الكومفورت اكسس، او اللي هو الزرار اللي انت تقدر ان انت وانت حاطط المفتاح تقدر تفتح العربيه على طول. فدي لذيذه بصراحه وعجباني في العربيه الهونداي توسان. نبدا بنتكلم بقى تاني على جنط العربيه. العربيه بتيجي بجنط 17 الكاوتش 215 65، وده كاوتش تخين، البروفايل بتاعها تخين، وده بيساعد في المطبات. ظهر العربيه بقى الهونداي توسان ظهرها مختلف، شكله بصراحه عاجبني. شكل الفوانيس الجديده دي حلوه، بس طبعا العربيه دي اللي هي السمارت بلس اللي معانا الفانوس ده مش بيشتغل، اللي هو اللي في النص. الفئه اللي بعدها بيشتغل. العربيه شكلها حلو، انا عجباني جدا فكره ان العلامه مش بارزه، ان العلامه فوق مع البربريز ومش بارزه كده، محدش يقدر يشيلها اساسا، فدي شكلها لذيذ. ظهر العربيه كمان من تحت زي ما انتم شايفين كده في مثلثات كده، شكلها حلو. العربيه شكلها شبابي شويه، مش ان هي عربيه بقى اس يو في وان هي تبقى على القد وان هي بيزك جدا، لا هي فيها حركات وده عاجبني فيها. لو اتكلمنا بقى كمان على شنطه العربيه، شنطه العربيه دي الفئه دي بتيجي مش كهرباء، اللي بعدها بتيجي كهرباء. حجمها 620 لتر زي ما انتم شايفين، حجمها حلو. مفيش اصلا هنا حاجه تبقى طالعه ان انت تقدر تسلايد الشنطه وانت بتحطها، فدي لذيذه قوي. وكمان بتيجي بستبن نفس الحجم، مش ستبن اللي هو الكاوتشه الصغيره. فدي برضو حاجه خلي بالكم، الكاوتشات بقت غاليه دلوقتي والاسعار بقت في حته ثانيه، فان انت تحط سبير تاير بحجم نفس حجم الكاوتشات اللي موجوده في العربيه دي حاجه حلوه. طيب التوسان بقى من جوه وانت قاعد ورا اخبارها ايه؟ بصوا زي ما انتم شايفين، يعني ده وضعيه السواقه بتاعتي زي ما انتم شايفين. بصوا المساحه، الليج روم قد ايه، بص بقى الهيد روم قد ايه. العربيه بجد واسعه جدا من ورا، وانا عجباني جدا قعدتها ورا، قعدتها مريحه قوي، مع ان انت لما تبص عليها من بره بتحس ان هي سقفها واطي، لكن هي من جوه العربيه واسعه قوي. غير بقى كمان ان هي فيها فتحات التكييف، وفيها فتحتين يو اس بي مش تايب سي، وكمان فيها المسند وفي كاب هولدر، فده حلو قوي. العربيه يعني لذيذه من جوه ومن ورا، ما فيهاش اوبشنز كتير قوي، بس الحاجات البيزك اللي انت محتاجها هتلاقيها. كمان هتلاقي في كاب هولدر في الباب، والحاجات دي كلها لذيذه جدا في العربيه من ورا. طيب دلوقتي احنا دخلنا جوه العربيه، انطباعي الاولي كده عن العربيه ان هي شكلها حلو جدا، في كذا حاجه عجباني فيها وهنتكلم عليها دلوقتي. بس نتكلم على الكواليتي. انا خدت بالي ان الكواليتي مش احسن حاجه، يعني في بلاستيك كتير، مش كله اللي هو سوفت تاتش وكده. ما اعرفش ليه، مع ان العربيه غاليه والعربيه مش رخيصه خالص، فان هي المفروض ان تبقى الماتيريال بتاعتها جوه تبقى حلو، لا الموضوع عكس كده تمام. اتكلمنا على الدركسيون شكله حلو قوي، تقدر طبعا تتحكم في الكروز كنترول، بتتحكم في المود
المودز بتاعت العداد مخليه الدركسيون شكله حلو. بيبقى فيه بادل شيفترز، طبعا ده بمعنى بسبب ان العربيه اصلا موتورها قوي فبتقدر تتحكم بلس وماينس فيها وانت ماشي. الدراعات بتاعت النور والمساحات حلوه جدا بصراحه، انا عجباني. كنت عملت ريفيو قبل كده في الانترا اللي هو السي ان 7 وكان فيها نفس الستايل ده كده، قلت برده كومنت عليها ان هي عجباني. العداد بقى بيقدر تتحكم فيه، تغير الشكل بتاعه على حسب انت ماشي كومفورت ولا سبورت ولا ايكو. طبعا شكله حلو. العداد ده صغيره شويه يعني على حجم العربيه، تحس ان العداد صغير شويه، بس دي شاشه 10 انش يعني شكلها لذيذ. لو اتكلمنا بقى على الكونسوله والحته اللي في النص، حته التكييف شكلها حلو. الشاشه اللي موجوده هنا 8 انش صغيره، بس الفئه اللي بعدها بتيجي اكبر، والتكييف دول زون فده لذيذه حلوه قوي. العربيه بتيجي كمان بوايرلس تشارجر في الفئه دي، وطبعا الفئه اللي بعدها، الفئه اللي قبلها مش بتيجي فيها الوايرلس تشارجر، وطبعا فتحات اليو اس بي واللي هي الولاعه والكلام ده. لو جينا بقى اتكلمنا على الكونسوله بتاعت العربيه، انا عجباني جدا الكونسوله، ضخمه مخليه ان في مساحه ما بين اللي قاعد جنبي وانا السايق. الفتيس الجديد ده بقى، الفئه اللي قبلها بتيجي مش بالفتيس ده وبس، من اول الفئه اللي احنا فيها بتيجي بالفتيس اللي هو الزراير اللي هو الدي والان والار والبي. طبعا العربيه ماشيه قليل، بس انا خدت بالي ان الار اصلا اللي يظهر من الشمس بدات تبقى بارزه شويه او بيبوظ. انا توقعي ان الماتيريال بتاعه الزرار مش حلوه عشان كده عامله كده. لازم نخلي بالنا واحنا راكنينها مثلا في الشمس، نحط الشماسه الكلام ده كله. فيها زرار درايف مود وده بتحكم فيها ان هي سبورت او كومفورت او ايكو، وكمان زرار للكاميرا. والعربيه بتيجي بسنسورز ورا وكاميرا بس، ما بتجيش بسنسورز قدام. الفئه اللي بعدها بتيجي بالسنسورز اللي قدام، وكمان بتيجي بالباركنج اسيست، العربيه ممكن تركن لوحدها او تساعدك في الركن. كمان فيها حاجه اسمها اللي هو الهيل اسيست، ان انت لو طالع على مطلع او على منزل العربيه تقدر تتحكم ان هي تدوس فرامل او تزود بنزين شويه عشان ما ترجعش لو مثلا في حد وراك او انت مش عايز ترجع العربيه ورا سنه. وفي كمان الزرار اللي هو الباركنج كهرباء، وفي نفس الوقت تحتها الزرار الاوتو هولد اللي هو برده لو انت على مطلع او حاجه طالع من جراج وسيب بنزين، هي اوتوماتيكلي بتفضل ماسكه مكلبشه بالفرامل عشان ما تنزلش لورا او ما تنزلش النازله دي اللي هي بتبقى رخمه شويه. سبيس بقى واللي هي مساحات التخزين اللي في العربيه، فيها 2 كاب هولدرز هنا، فيها كاب هولدرز في البيبان بس الكاب هولدر صغير شويه، يعني انت لو جبت الازازه الكبيره مثلا بتاعه المايه مش بعتقدش ان هي هتحطها هنا. وكمان فيها مساحه تخزين هنا كمان قدام شويه، والجلاف بوكس بتاعها حلو، مساحته لذيذ. كمان الكونسوله فيها مساحه كبيره قوي، بحب الحته المساحه التخزين اللي في الكونسوله حلوه، وانا من الناس اللي بحب احط حاجتي كتير قوي هنا بصراحه، فدي حاجه عجباني قوي. طيب الكرسي بقى وقعده الكرسي، هو عالي شويه عن العربيه، فانت شايف المساحات بتاعه العربيه قدامك، دي قعدته واللي هو السيتنج بوزيشن بتاعه كويس وانا عاجبني قوي. بس العربيه جايه بكرسي مش كهرباء، العربيه جايه كرسي مانيوال كامل متكامل، ففكره ان هي عربيه بالسعر ده وان انت تجيبها كراسي مش كهرباء دي حاجه مش حلوه من هونداي صراحه. انا من وجهه نظري ان هي كانت لازم تبقى كهرباء، على الاقل القطنيه او حاجه من الحاجات تبقى كهرباء، فتخلي الموضوع يبقى مريح بالنسبه للي سايق. طيب يلا احنا كده هنبدا بقى نسوق العربيه ونجرب بقى ايه السواقه كده اخبارها ايه. حضرتك لازم تلبس حجاب. يلا واحده واحده كده هناخد لفه بالعربيه. العربيه طبعا نبدا واحده واحده. نتكلم على الموتور كده سريعا برضو نراجع المعلومات. العربيه 180 حصان، بس هي 178 حصان بالظبط، و275 نيوتن متر. طبعا بتجيب من 0 ل 100 في 9 ثواني، فهي عربيه المفروض سريعه. وكمان الفتيس بتاعها الدول كلاتش او اللي هو دي سي تي 7 غيار، وكمان دراي كلاتش. طبعا مشكله العربيه دي هي الدراي كلاتش، الناس كلها مش فاهمه قوي فكره الدراي كلاتش والويت كلاتش. الدراي كلاتش هو اهم، الاعتناء بيه بيبقى اصعب وكمان بيتغير، يعني ليه صيانه وليه صيانه كذا مره، يعني انت ممكن تغير الدراي كلاتش ده اكتر من مره وده طبيعي جدا. ولو انت مثلا مش في الضمان او كده فبتضطر تحاسب عليه، هو مش رخيص خالص. فدي الفكره في الفتيس، بس ده طبعا مخلي العربيه ريسبونسيف اكتر، او ان هي لما بتدوس او تتحرك بيها يعني بتدوس البنزين بتلاقي العربيه بتجري معاك بسهوله جدا، ودي احلى حاجه فيها بصراحه من وجهه نظري. بتعتني بيها في الصيف مثلا وانت ماشي برضو، تخلي بالك متفضلش قارص عليها في فتره كبيره، الكلام ده كله. غير كده العربيه مشيها لذيذ حلو. انا برضو شايف الطريق بوسع غريب، يعني مفيش بلايند سبوتس كتير، انا باصص في المرايات شايف كل حاجه. العفشه بتاعتها طبعا ماكفيرسون قدام ومالتي لينك ورا، فانت العربيه المفروض عفشتها ممتازه، يعني المفروض ان انت تكون وانت سايق مطمن.
هنطلع دلوقتي على طريق او نجرب برضو على سرعه عشان برضو نختبر العفشه بتاعتها. طيب البنزين كمان والاستهلاك بتاع البنزين في العربيه التوسان، المفروض العربيه دي بتستهلك 7 لتر 100 كيلو. حاجه حلوه. طبعا لازم العربيه دي بتاخد 95 عشان العربيه 1600 تربو، فبتاخد بنزين 95. بس هي استهلاكها كده في المتوسط. بس اللي قدامي دلوقتي ان هي مثلا جايبه 8.5 و9، ده كده من غير ما انا ادوس، انا قاعد بلفف بالعربيه بس ومش بقرص عليها كمان. فاتوقع كمان ان هي هتبقى اعلى من كده لو انا بدات ادوس بيها واجري بيها على طريق والكلام ده. بس المفروض لو هي فضلت ماشيه كويس والعربيه انت مش بتقرص عليها، لو هي جايبه 7 لتر في ال100 كيلو، فده معدل برضو عالي شويه بالنسبه للعربيات دي، وخصوصا ان الدي سي تي بيوفر، يعني العربيه بتبقى ماشيه مريحه نفسها بطريقه مش طبيعيه. الفرامل كمان بتاعت العربيه مش احسن حاجه. انا من وجهه نظري انا دلوقتي حتى فجاه في عربيه وقفت قدامي بدوس فرامل، برضو انا كنت متوقع منها اكتر من كده. من وجهه نظري برضو ان العزل يعني هو حلو. في ناس كتير بتشتكي في العزل، بس انا من وجهه نظري ان العزل بتاعها حلو. بالنسبه للعربيه كوري تقفيل في تشيك، فهي لا حلوه. يعني انا مش متضايق ومش سامع اصوات كتير بره وجنبي زحمه وكلاكسات واصوات وبتاع. لا انت منعزل سنه بالنسبه للي احنا فيه. طبعا هي سعرها غالي وتتوقع طبعا العزل يبقى احسن من كده بكتير، بس برضو يا جماعه برضو هي في الاول والاخر عربيه كوري، المفروض ان هي تبقى اعتماديه وتبقى مليانه حاجات تانية غير ان هي يهتموا بالعزل اكتر من كده. طيب لو بنتكلم على حجم العربيه، ان هي بما انها كومباكت اس يو في، فهي طولها 4 متر ونص وعرضها متر 8. كمان العلو بقى من على الارض بتاع 17 سم، فالعربيه دي عاليه. يعني انت بتتخيلها وهي ماشيه في الشارع ان هي واطيه شويه كده، لا العربيه عاليه. 17 سم دي برضو مسافه كويسه عن الارض، فانت في اي مطب واي كده انت ما بيهمكش الموضوع ده، وان انت بتعتبر ان انت ماشي في عادي، تاخد مطباتك، شارع مكسر، الكلام ده كله، هي العربيه بالنسبه لك دي حاجه لذيذه. طيب لو اتكلمنا بقى على السيفتي او عوامل السيفتي اللي في العربيه دي بتيجي ب6 اير باج، وكمان بتيجي بالاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي وكل اللي هي انظمه الفرامل ان هي تساعدك ان تقف. طبعا انا مش عاجبني موضوع الفرامل اللي فيها، فراملها ضعيفه شويه، بس الحاجات العوامل دي موجوده. وفي نفس الوقت كمان هو مديك حاجات زي مثلا الكلايم اسيست والاوتو هولد، الحاجات اللي هي تساعدك في ان انت تبقى مرتاح وانت سايق، ما تبقاش قاعد شايل هم مثلا وانت طالع مطلع او طالع من جراج، الكلام ده كله. فدي حاجات برضو من العوامل اللذيذه اللي في الهيونداي توسان. طيب لو اتكلمنا على سعر العربيه، سعر العربيه الرسمي هو 630,000 جنيه. ماليش دعوه بالاوفر برايس، ماليش دعوه بالاسعار بقى اللي بتتداول دلوقتي. الموضوع اصلا مختلف في الفتره دي، وممكن السعر ده اصلا بيتغير على حسب الفيديو ده بينزل امتى. بس انا من وجهه نظري ان العربيه سعرها غالي بدون نزاع بدون كلام. الاسعار كلها دلوقتي في البلد اساسا كله بيقول السعر اللي هو عايزه والكلام ده كله، وانا ما بحبش اتكلم في الاسعار. بس العربيه لو انت بتفكر فيها تجيبها بالسعر ده هي غاليه. هي اول ما نزلت كانت سعرها ارخص من كده، وفي نفس الوقت كانت كويسه نتقبلها ونقول ماشي خلاص، هو العربيه طبعا السوق كده والكلام ده بس. وده كان الريفيو بتاع الهيونداي توسان، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. مع السلامه.